السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن ناخذ اليوم النواة الثقلي البسيط. السؤال الأول يقول: مما يتألف النواة الثقلي البسيط عمليا يعني موجود بالطبيعة ومخبريا بشكل عام. في عندي كرة معدنية، إذن كرة معدنية صغيرة، تمام، معلقة بخيط خفيف لا يمتط، طوله L، ومعلق من الأعلى، من طرفه الأعلى، وكأنني أشرح شو موجود أمامي في المخبر. أما السؤال الثاني هو: مما يتألف النواة الثقلي البسيط نظريا أي على اللوح. أنا كيف بدي أرسم نواة مريض؟ بدال الكرة سنعتبر نقطة مادية تهتز على بعد ثابت، الخيط نعتبره هو البعد، عن محور دوران أفقي ثابت. إذا شو بنقول بدال الكرة شو بنحط بالنظريا؟ نقطة، لأن أنا بدي أرسم على اللوح نقطة مادية، تمام، تهتز تحت تأثير ثقلها على بعد ثابت. يجب أن يكون البعد ثابت، أي لا يمتط الخيط، على بعد ثابت عن محور دوران أفقي ثابت، تمام. هلا السؤال اللي بعده كان في الكتاب القديم يختلف عن الكتاب الحديث. الكتاب القديم كان أسهل شوي في حساب أو استنتاج دور هذا النواة. هون بالنسبة للكتاب الحديث رجعوا عادوا كما حسبنا للنواة الثقلي المركب تماما، فنقول تخضع كرة النواة إلى القوى الخارجية الآتية. شنو القوى التي تخضع لها الكرة؟ إذا جينا نرسم، هاي عند الشاقول، وهاي عند انحرافها بزاوية التاء. عندي الثقل W وهو شاقولي دوما نحو الأسفل، وعندي التوتر خيط التعليق، وهذا الذي يختلف بين النواة الثقلي المركب والبسيط. إذا W مشتركة وهي ثقل الكرة، وT توتر خيط التعليق. في حين إذا شفتوا في النواة الثقل المركب كان استناد على محور الساق والقرص يستندان على المحور، فكانت R عند فوق عند محور الدوران. أما هون لا، T توتر خيط التعليق، تمام. بتطبيق طبعا العلاقة الأساسية في التحريك الدوراني شو بتقول؟ سيجما جاما مجموع عزوم القوى جاما للقوى F، هاي قيمة جبرية، حول المحور دلتا تساوي I دلتا عزم العطالة مضروبة بألفا التسارع الزاوية. يلا عندنا جاما W زائد جاما T حول المحور دلتا تساوي I دلتا بألفا. طبعا جاما T صفرا، ليش؟ لأن يلاقي صفر، لأن T يلاقي محور الدوران، لأن T إذا شو يساوي؟ يلاقي محور الدوران. بقي طبعا العزم مثل ما قلنا موجب عكس عقارب الساعة، الثقل يسعى إلى التحريك مع عقارب الساعة، إذا ناقص دي فتحة وهو ذراع ضرب القوة، هذا قانون العزم، الذراع ضرب القوة زائد صفر تساوي I دلتا بألفا.
تمام. يجينا الآن أين ذراع الثقل؟ لنرسم الآن ذراع الثقل. الذراع الثقل يا حضرات هو البعد العمودي ما بين حامل القوة، خلينا نمدد الحامل إذا، ومحور الدوران. محور الدوران صار بهذا المكان، إذا البعد العمودي يجب أن يصنع زاوية قائمة، إذا دي فتحة في هذا المكان، أو يمكن أسقطه بهذا الشكل صحيح. هذا هو دي فتحة، فهاي الزاوية تساوي هاي الزاوية بالتبادل الداخلي تتا. خذوا الساين الزاوية المقابل دي فتحة على الوتر او سي، وهو دي او سي، وهو بعبارة عن دي. فلذلك نستطيع أن نكتب ناقص دي بكوس بالساين عفوا ساين تتا مضروبة دبليو هي ام بجي تساوي اي دلتا بألفا. طيب هلا بنعيد الترتيب ونقسم على اي دلتا لا يساوي الصفر. يصير معنا الفا والتي هو التسارع الزاوي وهو المشتق الثاني لتتا بالنسبة للزمان تساوي ناقص ام بجي بدي بعد الترتيب على اي دلتا ساين تتا. تمام. طيب تعالوا نشوف دي هون بالنسبة للنواة البسيط ماذا يساوي دي؟ دي هو طول الخيط، دي هو نفسه ار وتساوي ال في النواة الثقل البسيط دائما. دي اذا تساوي ار وتساوي ال. اي دلتا ماذا يساوي؟ تعتبر الكرة نقطة مادية، اذا ام ار تربيع، فنعوض يصير تتا فتحتين بالنسبة للزمان ناقص ام بجي بال على ام بار تربيع، اذا ال تربيع بساين تتا. ام مع ام تذهب، ال مع ال يبقى لدينا القانون تتا فتحتين بالنسبة للزمان تساوي ناقص ال ناقص جي على ال ساين تتا. هذه وهي معادلة تفاضلية أي اشتقاقية من المرتبة الثانية بالنسبة للزمن، ولكن لا تقبل حل جيبي. السبب وجود ساين تتا بدلا من تتا. إذا فالحركة اهتزازية دورانية ولكنها غير توافقية. تمام. لذلك حتى من أجل مثل ما سوينا بالنواة الثقلي المركب، من أجل السعات الصغيرة والتي تبلغ تتا أصغر أو تساوي 24 بالمئة راديان أي 14 درجة مئوية، عندئذ يمكن أن نجعل ساين تتا تساوي بالتقريب تتا وتساوي أيضا طنجنت تتا. تمام. طنجنت تتا. إذا أصبحت العلاقات تتا فتحتين بالنسبة للزمن تساوي ناقص جي على ال بتتا. إذا وهي معادلة تفاضلية من المرتبة الثانية بالنسبة للزمن، إذا تقبل حل جيبي من الشكل، ونكتب الشكل تتا تساوي تتا ماكس بكوساين أوميغا 0 تي زائد فاي. وهذه الرموز أخذناها سابقا وشرحناها في نواة الثقلي المركب وفي نواة الفتل. إذا للتحقق نشتق مرتين بالنسبة لمن؟ للزمن. المشتق الأول نحصل على دبليو وهي تتا فتحة بالنسبة للزمن وتساوي ناقص تتا ماكس بأوميغا 0 ساين أوميغا 0 تي زائد فاي. تمام. هذا المشتق الأول. المشتق الثاني هو إلفا والذي يقابل تتا فتحتين تساوي ناقص تتا ماكس
بأوميجا 0 تربيع بكوساين أوميجا 0 تي زائد فاي. تمام؟ إذا تصبح معنا تتا فتحتين بالنسبة للزمن تساوي ناقص أوميجا 0 تربيع بتتا. إذا نقارن بين الواحد واثنين، هاي العلاقة 2 وهي العلاقة 1. ماذا نجد يا حضرات؟ نجد هنا أن أومي بالمقارنة بين 1 و2 نجد بالمقارنة بين 1 و2 نجد أن أوميجا رح أكتبها بهذا المكان مشان الفكرة تكتمل. أوميجا 0 تربيع تساوي تحت الجذر جي على ال، وهذه المساواة محققة لأن جي موجبة، بدنا نكتب جي موجبة وال موجبة، إذا المساواة محققة. وإذا كتبنا أوميجا 0 تساوي 2 بي على تي 0، إذا تي 0 تساوي هي 2 بي على أوميجا 0، إذا 2 بي بمقلوب إذا ال على جي، وهو دور النواة الثقلي البسيط. إذا تي 0 تساوي 2 بي بتحت الجذر ال على جي. نتابع الآن كيف نحسب السرعة الخطية لكرة النواة. استنتج عبارة السرعة الخطية لكرة النواة سواء عند المرور بالمركز أو عندما تصنع زاوية تتا 30 درجة مثلا. هاي كانت تتا ماكس، شوفوا تتا ماكس كانت وليكن 60 تتا ماكس، صارت بهذا المكان. غالبا هن بيطلبوها وين؟ عند المرور بالشاقول. تمام، ولكن نحن بدنا ناخذها بوضع تتا. هاي تتا، تمام، هاي تتا. إذا كيف بدنا نبدأ بإيجاد السرعة الخطية لكرة النواة؟ طبعا أفضل طريقة في لإيجاد السرعة في النواة الثقلي المركب والبسيط هو تطبيق نظرية الطاقة الحركية. إذا نقول نطبق نظرية الطاقة الحركية على مين؟ على كرة النواة. كرة النواة بين الوضعين. ومن شروط تطبيق هذه النظرية أن نذكر على مين طبقناها، هي كرة النواة والوضعين. A عندما تصنع زاوية الكرة أي تتا ماكس، هي تتا ماكس. B عندما تصنع زاوية تتا، وعند المرور بالشاقول بصير تتا صفر بس. إذا عند الشاقول صفر وفي أي لحظة تي. بنستنتج القانون العام. تقول دلتا اي كي النظرية تساوي إلى مجموع أعمال القوى دبليو اف من A إلى B. اي كي بي ناقص اي كي A تساوي دبليو دبليو زائد دبليو تي. وهذا الفرق بين النواة الثقلي المركب والبسيط، فهنا تي وهناك ار. طبعا اي كي اي تساوي الصفر لأن دبليو لحظة تركها صفران. دبليو تي عمل قوة التوتر معدومة لأن تي تعامد الانتقال في كل لحظة، والانتقال بحط فوقه شعاع. شوفوا التي، هذه تي، هذه تي، هذه تي، فهي تعامد المنطبقة على نصف القطر، فهي تعامد مماس للمسار، فدائما زاوية قائمة. فلذلك R لا تنتقل في النواة الثقلي المركب. هون بنقول تي لأنها عمودية على الانتقال. واضح؟ طيب، يبقى بعدها نصف ام في تربيع ناقص صفر تساوي عمل قوة الثقل ام بجي بي اتش زائد صفر. طيب، هلا البعض بده يتساءل انه ليش طبقنا نصف ام في تربيع يا حضرات؟ شوفوا، لو كتبناها نصف اي دلتا صح، حركة دورانية اوميجا تربيع، رح تقول الى نفس هاي العلاقة. شوفوا كيف هاي نصف
اي دلتا للكتلة النقطية هي ام ار تربيع، ودبليو هي في على ار والكل تربيع. صح؟ بصير معنا نصف ام ار تربيع بفي تربيع على ار تربيع. ار تربيع مع ار تربيع، اذا حصلنا على، اذا هنا يمكن بالنواس البسيط ان نكتب نصف ام في تربيع، نصف ام في تربيع. طيب هلا صارت معنا الام مع الام تذهب، ام هون وبنضرب باثنين بصير في مربع تساوي 2 جي بي اتش، يقتضي ان في دائما تساوي تحت الجذر 2 جي بي اتش. ما هو اتش؟ اتش طبعا انا قلت لكم القانون هي عباره عن دي بكوساين تتا ناقص كوساين تتا ماكس. رح اشرح لكم هلا منين اجى هذا القانون. خلينا نسقط هاي النقطه وليكن او هاي ان 1 ونسقط هاي ان 2، فهذا هو اتش بين مسقط هذه النقطه على الشاقول ومسقط هذه النقطه، اذا هذا هو اتش. ما هو اتش حسب الرسمه؟ هو عباره عن او ان 2 ناقص او ان 1. صح؟ اذا او ان 2 ناقص او ان 1. شو تساوي او ان 2؟ شايفين هذا المثلث القائم؟ شايفينه؟ خذوا كوساين هاي الزاوية المجاور على الوتر دي، اذا دي كوساين تيتا. طيب بالمثلث الصغير او ان 1 خذوا من هذا المثلث، شايفينه؟ هذا المثلث، اذا اخذنا هذا المثلث كوساين تيتا المجاور او ان 2 على الوتر دي، واخذنا من هذا المثلث تطلع دي ناقص دي كوساين تيتا ماكس. لذلك قلنا لكم دوما ان اتش تساوي دي بكوساين تيتا ناقص كوساين تيتا ماكس. نعوض في العلاقة لتصبح لدينا، ودي شو تساوي بالنواس حضرات البسيط؟ دي تساوي ال، دي تساوي ال طول الخيط، فأصبحت 2 جي بي ال بكوساين تيتا ناقص كوساين تيتا ماكس. واضح؟ هذا هو قانون السرعة في النواس الثقلي البسيط. نتابع إن شاء الله في الدرس القادم في حساب قوة التوتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب. نتابع في النواس الثقلي البسيط. بعد ما حسبنا الدور استنتجنا عبارة الدور تي صفر تساوي 2 بي تحت الجذر ال على جي، ثم استنتجنا بعد ذلك السرعة الخطية لكرة النواس بشكل عام. والآن نتابع إلى الطلب الأخير وهو حساب قوة توتر النابض. قوة توتر النابض. طبعا إذا طبقنا نظرية الطاقة الحركية كما حسبنا في السرعة لا نحصل على نتيجة. السبب أن عمل قوة توتر صفر، وأنا أصلا بدي قوة توتر. تمام؟ فلذلك لابد أن نطبق العلاقة الأساسية في التحريك، والتي لابد أن نذكر الجملة المدروسة. إذا نقول تخضع كرة النواس الجملة المقارنة خارجية إذا إلى قوة خارجية الآتية دبليو ثقل الجسم وهو نحو الأسفل، هاي هي دبليو. طبعا أعود لرسم الرسمي مرة ثانية، هذه دبليو، والقوة الأخرى هي قوة توتر خيط التعليق تي، وهي منطبقة على الخيط. إذا دبليو ثقل الجسم وتي توتر خيط التعليق. بتطبيق العلاقة الأساسية في التحريك الانسحابي حضرات قانون نيوتن الثاني. طبعا هلا البعض بده يعترض انه انا كيف عندي حركة دورانية وعم اطبق العلاقة الأساسية في التحريك. قانون نيوتن يطبق في كل حال، ولكن الفرق هو بعملية الإسقاط. فهنا نسقط على جملة جديدة، اسمعوا، هي جملة الناظم إن فتحة إن وهي نحو مركز والمماس تي. إذا هنا إسقاط على الناظم والمماس. الناظم هو سي والمماس هو تي. واضح؟ إذا صح طبقنا العلاقة الأساسية في التحريك، مجموع القوى أو قانون نيوتن الثاني يساوي ام بي اي
القوة هي دبليو زائد تي تساوي ام بي اي بالإسقاط على الناظم. هنا لا نسقط على اكس فتحة اكس ولا على واي فتحة واي، وإنما نسقط على الناظم. هذا هو الناظم. الناظم هو الذي ينطبق على نصف قطر المسار ويتجه نحو مركز المسار. تعالوا نسقط دبليو، هاي مسقط دبليو، هذا هو دبليو على الناظم، شايفينها هاي القطعة. فهي الزاوية تساوي الزاوية تيتا بالتناظر. خذوا كوساين تيتا ماذا يساوي؟ المطلوب هو دبليو سي، أي المسقط دبليو على الناظم بدبليو، فلذلك تكتبها ناقص دبليو بكوساين تيتا. لماذا ناقص يا حضرات؟ لماذا ناقص؟ شاهدوا أن مسقط دبليو عكس الناظم، الناظم نحو المركز، دبليو عكس الناظم إذا سالب. إذا ناقص دبليو بكوساين تيتا. مسقط تي هو محفوظا على الناظم، إذا تي تساوي ام بي سي التسارع الناظمي، حيث أن التسارع الخطي في الحركة الدائرية له قيمتين: تسارع مماسي وهو يعبر عن تغير شعاع السرعة بتغير الزمن دي في على دي تي، والثاني هو التسارع الناظمي والذي ينطبق على الناظم في مربع على ار. إذا عندنا تسارع ناظمي وتسارع خطي. تسارع خطي مماسي للمسار، أو تسارع مماسي عفوا هو مماسي للمسار، والتسارع الناظمي هو المنطبق على الناظم. طالما أنا أسقطت على الناظم فأضع سي، ثم نعوض تي بخليها بهذا الطرف وننقل ام بجي بكوساين تيتا إلى الطرف الثاني. ام سي شو قانونها؟ في مربع على ار زائد ام جي كوساين تيتا. تمام. لكن السرعة في الطلب الماضي طلع معنا في تساوي تحت الجذر 2 جي بي ال بكوساين تيتا ناقص كوساين تيتا. إذا نربع الآن، ربعوا لشوف ام مضروبة ب 2 جي بي ال على ار هي نفسها اللي حضرت بكوساين تيتا ناقص كوساين تيتا ماكس، تمام، زائد ام جي كوساين تيتا. ال مع ال تذهب وبنرتب وبنفك القوس، بصير معنا 2 ام بي جي بكوساين تيتا ناقص كوساين تيتا ماكس زائد ام بي جي بكوساين تيتا. تمام. طيب هلا فكوا هذا القوس حضرات، بصير معنا 2 ام بي جي بكوساين تيتا ناقص كوساين تيتا ماكس زائد ام بي جي عفوا 2 هون 2 ام بي جي بكوساين تيتا ماكس ام جي كوساين تيتا، صح؟ هلا ام جي كوساين 2 ام جي كوساين تيتا مع ام جي كوساين تيتا بتطلع 3، اذا تي تساوي 3 ام بي جي بكوساين تيتا زائد 2 ام بي جي بكوساين تيتا ماكس، صح؟ طيب نطالع ام بي جي عامل مشترك، تطلع معنا 3 كوساين تيتا ناقص 2 كوساين تيتا ماكس، وهذا قانون عام يمكن تطبيقه في أي لحظة. إذا هذا التطبيق أو هذا القانون يمكن تطبيقه. إذا طلعت معنا تي تساوي ام بي جي كوساين تيتا ناقص 2 كوساين تيتا ماكس، وكثيرا ما تذكر في المسائل. في المسائل نطبق تماما. إذا نعود لنقول تخضع كرة النواة إلى القوى الخارجية الآتية دبليو وتي. نطبق العلاقة الأساسية أو قانون نيوتن الثاني، مجموع القوى تساوي الكتلة في التسارع. إذا مجموع القوى تساوي الكتلة في التسارع، دبليو زائد تي تساوي ام بي اي بالإسقاط على الناظم. هون الفرق، بما أنه حركة دائرية نسقط على الناظم، والناظم قلت لكم هذا هو الناظم والمنطبق على نصف القطر ونحو المركز. مسقط دبليو ناقص، إذا ناقص ام بي جي الوتر بكوساين الزاوية لأنه مجاور للزاوية تيتا، إذا ناقص ام جي كوساين تيتا زائد مسقط تي هو نفسه تي تساوي ام بي سي تسارع ناظمي، والتسارع الناظمي هو في مربع على ار. إذا أصبح ننقل لتاني جنب، هاي ننقلها لتاني جنب، بصير معنا ام بفي مربع على ار زائد، كانت ناقص صارت زائد. نعوض السرعة بعد أن خرجت معنا في القانون السابق، بنعوضها والباقي عمليات حسابية. إذا أصبحت الآن المسألة 2
والثالثة معكم إن شاء الله وظيفة للدرس القادم، والتي تتعلق بنواس الثقلي البسيط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.